أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خاتم النبيين والسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما وعدناكم من قبل باش نعطيكم أحد أسرار الرقية الشرعية، وهذا السر إذا طبقته يفر الجن من جسدك بإذن الله عز وجل. قبل كل شيء، قبل ما نعطيكم هذا الدواء إن شاء الله تعالى، سنعطيكم مثال. مثلا المريض أو المصاب بالجن، أغلبهم أو جلهم لو يستمع لمثلا مقرئ معروف، ونعطيه بالمثال مثلا ماهر المعيقلي أو السديس أو العجمي، عندما يستمع هذا المريض لهذا المقرئ قد لا يتأثر، أو يكون تأثير بسيط، ما تكونش بحال التأثير اللي هو قوي. لكن نفس المريض لو يستمع لرقية لراقي، سبحان الله العظيم، تظهر علامات وأعراض ومجموعة من الأشياء، حتى أن المريض يقول ماذا وقع أو ماذا حصل. السؤال مطروح: لماذا المريض تأثر عند الراقي ولم يتأثر عند المقرئ أو الإمام، حتى وإن صلى وراء الإمام ويسمع الإمام يقول قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، لكن ما كيتأثرش. لكن نفس الآية لو قرأها راق، سبحان الله، ترى عجبا. أين هو السر؟ السر في النية. السر في النية. هذا المقرئ أو هذا الإمام يقرأ بنية أنه يصلي أو يرتل القرآن، لكن نية الراقي تكون مختلفة جدا، لأن نيته تكون نية للشفاء. هنا الفرق، وهذا هو سر العلاج. كثير من المرضى نعطيهم برامج، قراءة صور أو مجموعة من الأشياء في البيت، ماذا يحصل؟ يقرأ هذه الصورة ولا يستفيد أي شيء، لا يستفيد أي شيء. لماذا؟ لأنه يقرأ بنية القارئ، لا يقرأ بنية الشفاء أو بنية العلاج أو بنية زعزعة هذا الجن الذي في البدن، يقرأ بنية مختلفة. وهذا هو السر الذي لا يعرفه الكثير. يجب عليك أيها المريض أن تقرأ القرآن بنية الشفاء. لماذا تسرع عند الراقي؟ لماذا تسرع عند الراقي ولا تسرع عندما تقرأ القرآن بنفسك؟ لأن النية هي التي تنقصك. يجب أن تكون نية العلاج، نية الشفاء، نية قوية. نبغي النية نجبدها من الداخل، من القلب، من الداخل. لو أن هذه النية كانت نية قوية
يا سبحان الله العظيم، لن يستطيع هذا الجن أن يبقى في هذا الجسد. وبالخصوص لو اتخذت يعني وردا من القرآن يوميا، لأن الراقي يرقيك ساعة أو ساعتين أو يوم لا مشكل، 7 أيام شهر، لكن الباقي أو ما تبقى من الوقت انت اللي غادي تكون مع ذاك الجني في الجسد ديالك. إذا أنت إذا قرأت القرآن بنية الراقي أو بنية الشفاء فإن هذا الجن لن يستطيع أن يبقى في هذا الجسد. نسأل الله عز وجل تكونوا استفدتوا من هذا الإضافة أو من هذا اللمحة التي غفل عنها الكثير. وصية أو يعني نصيحة لكل مريض: أنت الراقي وأنت المعالج، والله عز وجل هو الشافي. كن قوي، نريد نية قوية، نية الشفاء، نية العلاج، وإن شاء الله تعالى سترى عجبا. كن أكيد إن شاء الله تعالى سترى عجبا. لن يستطيع هذا الجن أن يصبر. ونحن نتكلم عن الناس المصابين بالمس، الناس المصابين بالمس من الجن، أي أنه متلبس به الجن. نسأل الله عز وجل يعني تكونوا استفدتوا من هذا الحلقة إن شاء الله تعالى، ولا تنسونا من الدعاء. ونسأل الله عز وجل يشفي كل مريض وكل سقيم، ونسأل الله عز وجل يوفقنا ويوفقكم الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.